آثار رجل عملاقة في الأرض، وفجأة بيسمعوا صوت مرعب جاي من وراهم. ساعتها بيشوفوا سحلية ضخمة بتتنطط ناحيتهم، وبدأت تهاجم شيري وتجري وراها وهي بتحاول تهرب منها، وفي الآخر بتدخل جوه جذع شجرة وبتبدأ تضرب سهام على السحلية بس من غير فايدة عشان جلد السحلية بيكون قوي جدا. فبي بيركب على ظهر السحلية من ورا وبدأ يضربها بسكينته عشان يدي فرصة لشيري إنها تهرب. ساعتها السحلية بتحدف بي من على ظهرها وبتبدأ تطارده. في نفس الوقت مجموعة البروفيسير بتواجه نفس المخلوقات. ساعتها البروفيسير بيتحبس في جذع شجرة وهو بيهرب، ولسه السحلية هتهجم عليه، سهم بيتضرب بسرعة على الوحش وبيسيبه في عينه، وبتطلع شيري هي اللي ضربت السهم. وبعد كده حاولت تنقذهم عن طريق إنها تخلي السحلية تجري وراها بعيد عنهم. ساعتها بتشوف بي بيجري هو كمان ناحيتها ووراه سحلية، فالاتنين بيجروا في اتجاه بعض ويتعلقوا في فرع شجرة في آخر لحظة، فالسحليتين اتخبطوا في بعض وأغمى عليهم أخيرا. وقتها البروفيسور اكتشف إن المخلوقات دي سمعها كويس